عارفه ايه اكتر حاجه تضايق مع الهالات دي؟ مش بس انها غامقه، لا دي كمان داخله لجوه، وده بيخلي الوش يبان انه مرهق وتعبان حتى لو انت نايمه كويس. بصي، احنا الفيديو اللي فات اتفقنا ان الهالات انواع وكل نوع ليها علاج مختلف. قبل ما نعرف العلاج لازم نعرف النوع الاول، والنوع ده خاصه سببه حاجتين. اول حاجه الاسمرار، وده بيكون بسبب انيميا او نقص فيتامينات، فلازم نعمل تحليل دم الاول، وكمان نحمي نفسنا من الشمس عن طريق ان احنا نلبس نظاره لان ده بيزود التصبغ. تاني حاجه ان المنطقه دي بتبقى فاضيه لان الدهون اللي بتملى الجلد ده بتبقى قليله، وبالتالي بتديكي احساس انها نازله لجوه. طب نعمل ايه؟ احنا قدامنا حلين. اول حل ان احنا نحقن فيلر بالهيالورونيك اسيد عشان يرجع الامتلاء ده تاني. اما الحل التاني ان احنا نستخدم كريمات وسيرامات فيها هيالورونيك اسيد ومواد بتعالج التصبغ زي فيتامين سي ونايسيناميد او ريتينول بتركيزات قليله. واول منتج معانا وهو تيليفيل، وده منتج حلو جدا لانه بيحتوي على كل المواد اللي احنا محتاجينها للترطيب. فيه كولاجين وبيبتايدز وبروتين وهيالورونيك اسيد، وللاسمرار زي مستخلص العرقسوس والجلوتاثيون والريتينول، وكمان فيه كافيين ومضادات اكسده. تاني منتج معانا وهو اوركيديا، وده فيه برده مواد ترطيب زي الجليسرين والكولاجين، وكمان مواد للتفتيح زي فيتامين سي ونايسيناميد وجلوتاثيون، وكمان حمض تقشير، وكمان فيه كافيين ومضاد اكسده. سيروم بيوتي اوف جويسون فهو لطيف وخفيف جدا وفيه مرطبات عاليه قوي، وكمان فيه ريتينال، بس للاسف ناقصه مواد تفتيح عشان تعالج التصبغ. فلو انت عندك هالات غامقه وداخله لجوه، اختاري منتج من المنتجات اللي قلت لك عليها حسب ميزانيتك. اما لو انت مش عارفه تحددي نوع الهالات اللي عندك، اكتبي لي في الكومنتس ونحددها سوا. وما تنسيش السبسكرايب عشان الفيديو الجاي هتكلم عن نوع تاني خالص من الهالات ونقول منتجاتها مع بعض.